ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا بنات، واخباركم وحشتني، والكلام معاكم وحشني، والروتينات والله العظيم اللي احنا بنعملها مع بعض وحشتني. احنا ما صورناش روتين بقالنا كتير، احنا بقالنا فترة كده قاعدين متبتين في المطبخ، مش عايزين نخرج منه. ليه؟ الحقيقة مش عارفة والله، بس انا الفترة اللي فاتت كنت حابة المطبخ شوية، بس خلاص بقى زهقت منه وقررت ان انا نخرج منه شوية. الحقيقة النهاردة انا هاخدكم في فيديو حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. هنصور مع بعض روتيناية في أوضة النوم. أوضة النوم حرفيا متبهدلة بطريقة مش طبيعية، هوريها لكم دلوقتي. الحقيقة أنا أول مرة أصورها وأول مرة أطلعها على القناة، فأول مرة أطلعها لكم هتكون متهانة والله العظيم هتكون متبهدلة. فمش مشكلة، نروقها مع بعض وأحفزكم. وعايزة أسألكم كده في كذا سؤال في خلال الفيديو، عايزاكم تردوا عليا فيه بصراحة. فاول حاجه تعالوا نبدا اليوم. باين عليا ان انا لسه صاحيه، يا دوب لبست وقمت على طول، لسه الطابور بتاع المدرسه شغال بره. فيلا بينا ندخل على اليوم على طول واقول لكم انا بعمل ايه في بدايه يوم. يلا بصوا، هي الاوضه متبهدله بهدله مش طبيعيه. شايفين يا جماعه السجاده؟ شايفين المنظر ده؟ والله العظيم مش عارفه. والتسريحه متبهدله بهدله. مش قادره اقول لكم، مش قادره. الموضوع صعب قوي 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 قوي. هنا المجرمه بنتي، ده الدرج بتاع الميك اب. بتيجي الاستاذه تقعد تعمل ميك اب بتعكي لي بقى. شايفين يا جماعه؟ والله العظيم عايزه اعيط وحياه ربنا. شوفوا والله العظيم انا عايزه اعيط والله. يلا بينا نقف شويه في البلكونه، وبعد كده نخرج ناكل اي حاجه او نفطر اي حاجه، وبعدين نبدا بقى الروتين على طول. تعالوا اخدكم في القعده المفضله عندي، المحببه لقلبي بصراحه، اللي بتروق مزاجي. اقول لكم انا ليه بحب القعده دي. انا هنا ناشره. شوفوا بيتهيألي الجو بيشتي، بس شايفين بقى الروقان، هدوء. المدرسه طبعا طلعت. وهنا نقول يا ألف أهلا وسهلا للروتين اللي قطم وسطي حرفيا. والله يا جماعة أنا النهاردة تعبت تعب في الأوضة دي مش طبيعية. الأوضة كانت متبهدلة قوي، ممكن مش باينة لكم في التصوير، بس هي والله بجد كانت متبهدلة حقيقي، وحياة ربنا كانت متبهدلة. هنا بقى الولاد كانوا شالوا لي أنا كنت حاطة الملايات في الدرج اللي تحت أو في الرفوف اللي تحت بتاعة التسريح، فشالهم لي بالليل، قعدوا يلعبهم وهردوهم. فانا قررت ان انا هشيلهم احطهم في الدولاب، فاهمين؟ عشان يبقوا بعاد عنهم، لان هما ما بيلمسوش الدولاب. فقررت ان انا ابعدهم عنهم. اخدتهم كده هما كانوا متطبقين والله، بس هما هردوهم، فانا قعدت اعيد على تطبيقهم تاني واظبطهم كده. وخلاص دخلت بقى هنا المكان دوت انا كنت بحط فيه اللحاف الكبير بتاع الاوضه بتاعه النوم. فانا طلعت، طبعا احنا بنتغطى بيه، فالحته دي كانت عندي فاضيه، فاستغلتها ان انا احط فيها الملايات. ما تتريقوش على تطبيقي للملايات، لان يا جماعه انا مش بعرف اطبق وفاشله في التطبيق، انتوا عارفين الحوار ده، مش محتاجه ان انا كل فيديو اقوله لكم. فبعد اذنكم ما تتريقوش على تطبيقي. شوفوا حتى الرصه مش عارفه ارصها والله العظيم. انا عندي عقده بسبب الغسيل والتطبيق ده. دي منظر تطبيقة، بس معلش، حلوة. مشوها عدوها عدوها حلوة، عدوا الدنيا. هنا بقى كنت بوريكم منظر او الشكل النهائي بتاع الضرفة اللي في النص دي. الضرفة دي انا حاطه فيها الفوط بتاعة الأوضة الكبيرة و... و... اللهم صل على النبي، وترنجاتي وفيها طقم فوق بتاع السرير برضو، تاني مفرش كده بسجادة بمعرفش وتحت بقى قمت حطيت الملايات كده، يبقى حلو قوي. بس هنا بقى دخلت على اللهم صل على النبي، انا بتأتأ. هنا دخلت على على الأوضة بقى، شلت الملاية ونفضت كده المراتب، وفتحت بقى البلكونة والشباك عشان المرتبة تاخد نفس، فاهمين؟ فتحتهم كده. هو للأسف الشمس ما بتطلعليش الصبح كده في الأوضة دي. الشمس بتطلع في الأوضة ديت بعد العصر، يعني ممكن الساعة 4 ولا حاجة. بس برضو قلت هواها واديها نفس كده، لان انا الفترة دي بصراحة مش بفتح الشبابيك، عشان انتوا طبعا شايفين الجو عامل ازاي. فما جرؤش ان انا افتح الشبابيك والبلكونات. فقلت بقى بما اننا بنديها تنظيفة عميقة محترمة،
شايفين اهو، انا بقول لكم هي مش باينه، بس لا هي بجد كانت متبهدله، والله العظيم كانت متبهدله. ايدين بقى العيال على الازاز والكومودينو وميك اب وتراب، اكتر حاجه كانت فيها التراب، كان فيها تراب بطريقه مش طبيعيه. والله العظيم كانت متبهدله تراب، مع ان انا مش بفتح، بس ما تعرفوش بقى التراب ده بيجي منين، سبحان الله. بس انا بقول ايه، ممكن علشان هي لونها غامق شويه، فاهمين؟ مش عارفة بصراحة. هنا بقى أنا كنت مسحت السرير، ضهر السرير، وظبطته كده من ورا، ودخلت على الكومودينات مسحتهم بالجلانس وكده ولمعتهم، والواي فاي برضو اديته مسحة حلوة، كان برضو مليان تراب، وخلصتهم خلاص الحمد لله. وهندخل بقى ايه على الدولاب برضو كان متبهدل، كان مليان تراب بطريقة مش طبيعية. مسكته برضو ايه، نضفته كده تنظيفة حلوة سريعة بفوطة ناشفة، مش ببل الفوطة، بفوطة ناشفة، لان الخشب دوت لو اجى عليه مية مبلولة، مية مبلولة لو اجى عليه فوطة مبلولة آمم، هيقشّر، فاهمين؟ اعذروني يا جماعة لو أنا باتلخبط في الكلام وكده، لإن أنا من النوع اللي بافتح الvoice over ومش باقفله، فاهمين؟ فلو لقيتوني باتهته كتير اعرفوا إن أنا إيه، مش عادي باتكلم معاكم بطبيعتي عادي، حتى لو غلطت عادي مش مشكلة، بس مش باحاسب على الكلام يعني، فاهمين؟ أنا مسكت إيه، التسريحة نضفتها تنظيفة حلوة، ومسحتها كده، كانت مليانة كحل وميك اب ومش عارفة ايه، البت بوظت لي، اقسم بالله بوظت لي كل الميك اب اللي عندي. والله انا عاينة جزء ما بستعملوش، وجزء تاني ايه، ده الاستعمال اليومي، فاهمين؟ البت بوظتهم لي بطريقة عايزة انزل اجيب والله غيرهم. كسرت لي اقلام روج واقلام كحل وحالة يعني. بس يلا ربنا يهديها، هي في سن الاستكشاف، فمبقدرش اتكلم معاها بصراحة. شوفوا هنا كنت بوريكم الميك اب على الفوطة، البتاعة التسريحة كانت بجد متبهدلة، والحيطة القشة الحيطة كانت بتجيب قلم الكحل وتكتب بيه على الحيطة. انا عندي عقدة على فكرة، عندي عقدة بسبب الحيطة دي. انا عندي الحيطة اللي تحت الشاشة الاتنين بيمسكوها بالاقلام بيبهدلوها بطريقة. انا الحيطة دي بيعتبر والله العظيم بمسحها كل شهر، اغسلها كده بسلكة بصابونة، كل شهر لازم اعملها، لدرجة ان حسيت ان هي قشرت فعلا، الدهان بدأ ينزل من عليها. شايفين اقلام الكحل؟ ما بقدرش اشوفهم كده واسيبهم، ما اقدرش بصراحة، احب ان الحيطة تفضل ايه بيضة زي ما هي. بس انا بقى كنت إيه برضو نضفت الكرسي بتاع التسريحة، لان الكرسي بتاع التسريحة كان ايه برضو كان عليه ميك اب وكده، كانت مبهدلة. برضو مسكته ايه نضفته تنظيفة حلوة. عايزة اقول لكم ان الكرسي بتاع التسريحة دوت ده بتاع السفرة. انا السفرة بتاعتي ليها 6 كراسي، في كرسي منهم انا عايناه حاطاه في الحمام الصغير بصراحة، والكرسي التاني اخدته للتسريحة، لان التسريحة بتاعتي ما كانش لها كرسي. كان جوزي اول ما جينا نتجوز قال لي هعمل لك لها بف وكده، بس انا حسيت ان البف هيوجع لي ظهري، فقلت له لا، بما انها 6 كراسي هاخد الكرسي ايه للتسريحة. بصراحة حلو قوي وبيريحني قوي في القعدة. بس انا بقى ايه، قعدت بقى ايه اظبط في السرير كده، خلاص خلصنا مرحلة التراب، نفرش بقى السرير براحتنا. حطيت الملاية، وحطيت ايه الدفاية بتاعة اللحاف، وفرشتها كده وظبطتها وخليتها زي الفل. وبعد كده ننزل بقى ايه نحط اللحاف. عايزه اقول لكم يا جماعه انا بعشق اوضتي، انا بعشقها، انا قررت ان انا اشاركها معاكم، لان بصراحه اقول لكم على حاجه والله العظيم هكلمكم بجد. انا في الاول كنت معترضه ان انا اصور الاوضه وكده، قلت ايه ملهاش لازمه، فاهمين؟ جيت حسيت ان احنا بقينا، مش عارفه ليه بقيت حاسه ان احنا قريبين من بعض يا جماعه، والله العظيم بجد. وانا الناس اللي بحبها وبرتاح لها وببقى قريبه منها، تحسوا ان انا عايزه ارمي حياتي كلها معاها عادي. فبجد بجد بجد انا الفتره دي بقيت حاسه ان انا عاوزه اشارككم كل حاجه انا بحبها، اي حاجه انا بحبها بجد بقيت عايزه اشارككم فيها او اتكلم معاكم فيها. مش عارفة ليه، ممكن حسيتكم بقيتوا قريبين مني اكتر او اتعودت، مش عارفة بصراحة. والأوضة بتاعتي دي من ضمن الحاجات اللي انا بحبها. عايزة اسألكم سؤال بصراحة بخصوص الأوضة ديت، بس هسيبها الجزء بتاعها هو في الاخر، انا مصوراه في الاخر،
فهسيبها للجزء بتاعها في الاخر. بس بجد ردوا عليا لانه بجد محتاجة رأيكم حقيقي، ما تتفرجوش وتعملوا نفسكم ما انتوش سامعين. بعد اذنكم ردوا في الكومنتات وقولوا لي، ردوا على السؤال اللي انا هسأله لكم ده وقولوا لي ايه، اعمل كده بجد ولا لا. تمام. بس هسيبها ايه، مش هقول لكم دلوقتي، هسيبها لايه انا مصورها لكم يعني. بس هنا بقى انا كنت فرشت اللحاف وظبطته، وهنا السرير كده بقى زي الفل خلاص. ودخلت بقى على سرير البيبي بتاعت يويا. حطيت لها كده ايه البطانية، وحطيت لها المخدة وتمام. هي مش بتنام فيه بصراحة، هي بتنام جنب اخوها في أوضة الأطفال. بس برضو ايه بفرشه ايه، ممكن هي بالنهار واحنا قاعدين في الأوضة بتقعد فيه بتنام فيه كده. عايزة اقول لكم يا بنات ان البطانية، والله مش هتصدقوا، ان البطانية اللي في السرير بتاع الأطفال دوت بتاعتي انا. انتوا متخيلين؟ يعني بتاعتي وانا صغيرة. يعني البطانية ديت بقالها 25 سنة موجودة. بالرغم ان انا جبت لولادي بطاطين كتير لما ولدتهم وكده، بس ديت اكتر بطانية انا بحبها. مش عارفة ليه، حاساها بجد هي احسن من كل البطاطين اللي انا جبتها. مش عارفة بصراحة. هنا بقى انا كنت ايه، كنست السجادة ديت اخدت مني مجهود في الكنيس عشان هي مفحرة. بصراحة انا بكره السجاجيد المفحرة بالطريقة دي. يعني انا جايبة سجادة بتاعة المطبخ مفحرة بس مش كده، بتتكنس بسرعة. لكن ديت اعوذ بالله منها، تهمة اصلا، تقيلة بطريقة مش طبيعية والله العظيم، وصعبة ويعني الشعر بتاعها من النوع اللي بينام، فاهمين؟ يعني انا وديتها قبل كده المغسله، جت لي كده بقى، ما عادتش خلاص الشعر بتاعها ما عادش واقف تاني. من النوع اللي بينام مش بيقف، حتى لو سرحته لا ما بيقفش تاني. فبجد تهمه السجاده دي. هنا بقى كنت خلاص ايه، قعدت امسح في السيراميك. ولو لسه مكمله الفيديو لحد الان، بعد اذنك اضغطي لي اللايك واشتركي في القناه عشان تكوني جزء من عائلتنا، ونعمل روتينات مع بعض ونشجع بعض كده ونحفز بعض. وبالمناسبة يا جماعة عايز أشكر أو أسلم أو أرحب بأي بنوتة جديدة دخلت القناة. أهلا وسهلا بيكي، منوراني ومشرفاني، وجودك على راسي. بس هنا بقى انا كنت بقول لكم ان انا هغير الميه واجيب ميه تاني وامسح تاني. كنت في الاول ايه مسحت بميه و... وبريكس وحبه كلور الوان وحبه كلور كلوركس ابيض وكلوركس الوان وحبه بريكس. وقعدت امسح كده ايه الاوضه كلها. وبعد كده كبيت الميه دي كلها ورجعت شطفت الارض تشطيفتين كمان بميه ايه من غير اي حاجه خالص. بس وعايزه اقول لكم يا جماعه بجد رايي في الجردل ده، الجردل ده وحش قوي. والله العظيم بجد وحش قوي وعصبني، كنت هكسره والله العظيم من كتر ما هو خنقني وعصبني. ما كنتش عارفه اعمل فيه ابدا، من اللي هي القفله بتاعته من فوق ديت خامتها وحشه وبتضايق قوي 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 قوي. قمت شايلها وقعدت ايه اعمل فيه كده. بس هو من غيرها بصراحه حلو. بس وانا بقى ايه سبت الارض تنشف شويه. بصوا هنا يا بنات، خلاص انا كده فرشت الأوضة وخليتها زي الفل. تمام كده كل حاجة بقت تحفة. تعالوا بقى أسألكوا السؤال اللي أنا قاعدة أعرفكوا بيه من الصبح. هنا دي توتة نايمة مستخبية تحت اللحاف عاملة زي النملة ماهيش باينة. بصوا هنا ايه، عايزة أسألكوا السؤال بجد وردوا عليا، عشان اللي انتوا هتقولوه لي أنا هعمله. دلوقتي شايفين البرقع ده؟ ماشي. هو في النزلة دي وفي النزلة دي وفي دي اللي هو التاج اللي فوق ده. فانا جاي على دماغي قوي ان انا عايزه اشيل التاج ده. تمام. واسيب النزله السودا ديت، بس اسيبها يعني اسيبها كده، ودي كمان اسيبها كده ما لمهمش، فاهمين؟ وتبقى النزله دي والنزله دي والستاره في النص. هنا هي هنا الستاره من فوق هنا الدبوس اتفك مش عارفه ليه، بس ما علينا هعملها بعدين. بس قولولي ايه رايكم، هل اعمل كده ولا لا؟ اشيل الجزء اللي فوق ده واسيبها كده النزالة تنزل كده، نزلة طويلة ودي نزلة طويلة وفي النص كده الستارة، وهعمل كده برضو هنا. يعني برضو عايزة اشيل لان انا حاسة ان التاج بقى تلش، فاهمين؟ فقولوا لي اعمل ايه، اسيبها كده زي ما هي شكلها حلو كده وتمام وعادي، ولا اعمل زي ما بقول لكم اشيل التاج ده واشيل التاج ده وتبقى النزلات نازلة وفي النص الستاير؟ اللي انتوا هتقولوا لي عليه انا هعمله بصراحه، مستنيه ردكم، لان بجد
آمم، الفكرة جاية في دماغي أوي، بس خايفة أنفذها في الآخر تطلع شكلها مش حلو، فعاوزة آخد رأيكم برضه، أنتم هتبقوا برضه آخدين وجهة نظر عني شوية، أو هتبقوا فاهمين شوية عني، فقولوا لي رأيكم بصراحة. وبرضه بافكر أعمل الحركة ديّة في أوضة الأطفال، في البُرقع بتاع أوضة الأطفال، استنوا هاقول لكم. شوفوا هو أنا البُرقع بتاع أوضة الأطفال، الألعاب والحاجات ديّة، هنا طبعًا النزّالة اللي هنا هي واقعة، أنا هاجيب لها دبابيس وأركّبها، تمام. بس أنا بافكّر في أوضة الأطفال أشيل دي، اللعب والحاجات دي، لإن حسّيتها بقت تِلِشة أوي، فاهمين؟ وأسيب النزّالة، والنزّالة دي كمان، وأسيب النزّالة اللي هتبقى هنا تبقى سايبة كده مع الستارة بس، من غير ما أكون لمّاها كده، يعني من غير ما ألمّاها كده. مليون في المِيّة أنا هاعمل كده في أوضة الأطفال، لإن الألعاب والحاجات دي ما عادتش طالعة موضة، بقت قديمة خلاص موضتها قدمت، فأنا مليون في المِيّة هاعمل كده في أوضة الأطفال. فهل أعمل كده في أوضة النوم كمان والّا لأ؟ اللي أنتم هتقولوا لي عليه بصراحة أنا هاعمله. بس، وهنا خلاص هاكون خلّصت الأوضة بقت زي الفل يا جماعة، حياة ربنا راحة نفسية مش طبيعية. والله شوفوا، هدوء وحاجة جميلة، الأوضة بقت هادية. أنا يا جماعة باعشق اللون الأسود، أنتم أمّا تعرفوني أكتر أو تتعرفوا عليَّ أكتر، هتعرفوا إن أنا مدمنة حاجة اسمها اللون الأسود، أنا باعشق اللون الأسود. هنا برضه أنا نضّفت الحمام الصغير خلّيته زي الفل، بس أنا عملته بقى مع نفسي علشان كده الفيديو مدته طولت أوي، أوي، أوي. أنا أول مرّة في حياتي أصوّر فيديو طويل أوي كده بس والله كنت عايزة بس أشارك معاكم كل التفاصيل. بس، ولو الفيديو عجبكم اضغطوا له لايك، وما تنسيش الاشتراك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي يا حبايب قلبي، مع السلامة، باي باي.